لو عايز موبايل فيه كل حاجة بتتمناها فكمل الفيديو ده للآخر. الغريب في الموبايل ده ان مفهوش غلطة وسعره رخيص، يعني هو فلاج شيب بس ده ارخص فلاج شيب هتشوفه في حياتك. هتلاقي فيه كل حاجة انت عايزها بالظبط واكتر من اللي انت عايزه كمان، مش ب50 ولا 40 الف ولا الارقام المهولة دي في مصر، لا نهائي. هتحسه فلاج شيب بس ابن ناس كده، واحد هادي كده عنده كل حاجة بس على قد بينافس زيهم بالظبط، مش هتلاقيه اقل منهم في اي حاجة. تعالوا اعرفكم النهارده على موبايل ابن ناس من شركة بنت ناس وهي شركة فيفو، والموبايل ده هو الفيفو الاكس 100، واعرفكم كمان شوية ليه اسمه اكس 100 بالتحديد. تعالوا نعرف مع بعض المميزات والعيوب وكل ده بالتفصيل بس بعد الانترو. نبتدي اول حاجه بالعلبه بتاعته، شكلها فخم جدا مع الاكس 100 من بره، شكلها جامد قوي وجذاب. بتشيل الغطا بتلاقي اول حاجه الموبايل، هنرجع له كمان شويه. شاحن 120 واط، وصله الشحن، الجراب، وتحتيه كتيبات الاستخدامات اللي محدش بيهتم بيها اصلا. الجراب ده جميل جدا وطري جدا ويستحمل معاك، مش من النوع الناشف اللي يخدش التليفون او يجرحه من ظهره. والجميل في الجراب ده ان فيه تضليعات من ورا كده، ما تحسوش مستقيم، لا تحس فيه بروز كده، جميل جدا وجذاب جدا في الشكل بتاعه. والتليفون ظهره من ورا جذاب جدا مع عدسة الكاميرات دي، مخلياه كأنه كاميرا بالظبط. تفاصيل الشاشة وجودة الشاشة دي وألوان الشاشة جميلة جدا، بتيجي من نوع أموليد مقاس 6.78 إنش بدقة 1.5K. يعني الأفضل لو كانت تبقى 2K كان يبقى فيه كواليتي أعلى بكتير وأداء أعلى للشاشة، بس 1.5K تمشي الحال. هي مزيج بين ال 2K وبين الفول اتش دي، حاجة وسط ما بينهم. كمان بتنزل بتردد سريع 120 هرتز ومتكيف، وده حلو جدا في توفير طاقة البطارية. تدعم كمان ال HDR 10 بلس، فده مخلي ألوانها جميلة جدا وجذابة جدا ومبهرة قوي في مشاهدة الأفلام والمسلسلات. واللي هيخلي الموضوع ده ممتع أكتر وخصوصا لو أنت ماشي في الشارع هو عدد الشمعات. عدد شمعاته هنا كبيرة قوي، 3000 شمعة. أنا عارف إن في تليفونات نزلت بعدد شمعات أكبر، بس ده ممتاز جدا في السنة دي. بالنسبة للسنة دي بالنسبة للموبايلات الفلاج شيب، 3000 شمعة ده رقم كبير وحلو جدا. وآخر تفصيلة في الشاشة دي وهي طبقة الحماية بتاعتها من الجيل الخامس. هي ممتازة، مش الأفضل ولكن تمشي الحال. طبعا أنت أول ما تجيب الموبايل ده هتجيب له سكرينة تكون كويسة. راح التجميعة دي كلها مع بعض عاملة أداء عالي جدا، وعامله تفاصيل حلوه جدا في الصور، عامله تفاصيل في الفيديو، عامله تفاصيل في كل حاجه هتشوفها بالشاشه دي. زي كمان انها كيرف منحنيه، والكيرف بتاعها مش شديد قوي ومش خفيف قوي اللي هو مش باين، لا حاجه وسط، فده مخليها جميله جدا وجذابه جدا. فانت فعلا ماشي بموبايل فلاج شيب. الموبايل ده بيجي بوزن متوسط، مش تقيل ومش خفيف، 206 جرام، ودي حاجه وسط وكويسه جدا. بينزل بمعيار مقاومه ميه IP68 ممتاز جدا، بيدعم نظام تبريد قوي جدا وممتاز قوي في الاداء بتاعه، مش هيسخن منك. هو طبيعي بيسخن في الالعاب وفي التصوير بس مش السخونه الزياده زي الموبايلات العاديه. الجميل في الموبايل ده والجميل في مسكته ان ظهره بيجي بانحناء من الجناب كده، تحس ان انت ماسكه ان ماسك تليفون صغير، ما يبقاش مضايقك بالمسكه الكبيره زي الايفون. لما بتيجي تمسكه عشان الحواف بتاعته بارزه فبتضايقك في ايدك، بتبقى تعبان وانت ماسكه. زي كمان الظهر ده كله بيجي من الازاز، واللون الاسود بتاعه بيجي من الازاز المصنفر، بيبقى فيه زي لمعات كده، ضوء كده بيشع. والفريم بتاعه بيجي من المعدن، فكويس جدا لمقاومه الصدمات، الخبطات دي كلها يستحمل معاك. وغير اللون الاسود اللي اتكلمت عنه، فهو بينزل بلون ابيض جميل جدا ولون احمر ولون ازرق. البصمه بتاعته بتيجي في الشاشه المعتاد. الموبايل الجامد ده نازل ببروسيسور السنه 2024، نازل بالدايمنسيتي 9300، ده منافس جدا سناب دراجون 8 جين 3، وعامل اداء عالي وجبار جدا سواء في التصفح والاستخدام العادي او المونتاج او الجرافيك وحتى الجيمنج. بينزل بدقه تصنيع 4 نانومتر وعدد ميجا بايت كاش 18، رقم عالي جدا. يعني سناب دراجون 8 جين 3 بينزل ب 12 بس، وبينزل بمعالج رسوميات اسمه غريب جدا، اسمه مولي جي 720 امورتلز MB12. مش عارف ايه الاسم ده كله، كان ناقص يكتبوا شهاده الميلاد بتاعته. التقييم بتاع الموبايل ده على موقع الانتوتو عامل 2,249,000، ده رقم عالي جدا وتقريبا من اعلى الارقام اللي شفتها السنه دي، حاجه خرافيه. واضح ان في اداء عالي جدا للبروسيسور ده، ومع التجربه والاستخدام الاكتر هيبان هل هو بنفس الكفاءه دي لفترات طويله، ولا بس في اول استخدام وبعد كده الكفاءه تقل، الاداء يقل والحاجات المعتاده دي. محتاج تجربه اكتر. كمان بينزل برامات 12 و16، تردد 4266 ميجا هرتز باربع قنوات، بينزل بثلاث مساحات تخزين 256 و512 1024 من النوع الجديد فور. عاملين اداء مع بعض جامد ورهيب وجبار جدا. وبينزل باندرويد 14 والواجهه التشغيل بتاعته فان تاتش 14. بالنسبه للبطاريه الجباره في الموبايل ده والاداء العالي جدا ده، بتستمر معاك لفترات طويله جدا بدون ما تحتاج تشحنه، بالرغم انها نفس ال 5000 ملي امبير الموجوده في تليفونات كتيره جدا، ولكن ده بيستغلها بطريقه عاليه جدا. بروسيسور مع بطاريه دي اداء عالي جدا، مده
استخدام طويلة جدا، وبينزل بشاحن 120 واط وبيشحن في تقريبا متوسط 20 ل 21 دقيقة شحن، يعني حوالي تلت ساعة، مش مدة كبيرة للشحن، فدي حاجة كويسة جدا. الغريب فيه والمميز فيه اكتر ان البطارية دي كبيرة، فهو سامح لك ان انت تقدر تشحن اي تليفون من ظهر التليفون ده، ميزه حلوه جدا. كنت اتمنى ان يضيفوا ميزه الشحن اللاسلكي في الموبايل ده تكون اجمد برضه. بما انك وصلت لحد هنا ولسه بتشوف الفيديو ولسه متابعني، ما تنساش تعمل متابعه او اشتراك عشان يوصلك كل جديد وتكون متابع كل حاجه اول باول. رجعني كده، حمسني كده، اقول اي كلمه عشان استمر. سيبك من كل اللي فات ده وركز معايا في التفاصيل الجايه دي عشان مهمه ليك. لما قريت تفاصيل الكاميرات دي فحسيتها شبه الوان بلس 12، تحس تفاصيلها مشابهه جدا لوان بلس 12 في كل حاجه تقريبا. ينزل بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل وفيها مثبت بصري، بس الجميل ان فيها اوتو فوكس ليزر، يعني التركيز بيبقى بالليزر، فيها زي مؤشر ليزر من ورا، فده المميز جدا وده الافضل من ون بلس 12. ولكن ككاميرا فتحسها شبه الون بلس 12 في التفاصيل، في الكواليتي، في الاداء، في كل حاجه تقريبا. حتى الكاميرا التليفوتو تقريبا زي بعض بالظبط، 64 ميجا بكسل، وبرده الون بلس 12 كان 64 ميجا بكسل. برده بتنزل ب 3 اكس اوبتيكال زوم من غير ما يبرسل. المختلف بس هنا ان الكاميرا دي بتوصل ل 100 اكس زوم، اما الون بلس 12 كانت بتوصل ل 120 اكس زوم، ده بس الاختلاف، ولكن نفس الكاميرات تقريبا، بس في تحيز اكتر للاكس 100 في الزوم. لما تزوم اكتر كده توصل مثلا 60 70 100، تحس تفاصيل الفيفو افضل بكتير من الون بلس 12. يمكن عشان الون بلس 12 اول مره يجربوا الموضوع ده فمش طالعين بافضل حاجه، ولكن الفيفو طلعته في كذا تليفون قبل كده فليها خبره اكتر في المجال ده. حتى كاميرا الالترا وايد 50 ميجا بكسل، هي الكاميرا الواسعه جدا، وزي برضو الون بلس 12 ما تعرفش مين خد من مين، يعني مين اللي خد الفكره من مين مش عارف. تفاصيل الصور هنا ممتازه وكواليتي عاليه جدا، شاربنس، اداء، يعني كل حاجه هتلاقيها في الصوره دي. حتى الكواليتي بتاعتها ممتازه جدا، مش هتواجهك اي مشكله في تصوير الكاميرات في الموبايل ده. مع دعم كمان المثبت البصري فمش هيكون عندك اي مشكله او ايديك مش ثابته مثلا ما بتعرفش تصور، لا صور عادي جدا. حتى تفاصيل الفيديو هنا ممتازه جدا، هو بينزل بتصوير 4K 60 فريم، 1080 60 فريم، بس تفاصيل ممتازه جدا جدا جدا. وكمان بينزل بتصوير سلو موشن او اللقطات البطيئه 960 فريم، يعني اعتقد مش ناس كتير بتستخدم الموضوع ده، بس جميل بصراحه. فما تقلقش من اي حاجه في تصوير الكاميرات في الموبايل ده نهائي. حتى الكاميرا السيلفي ممتازه جدا هنا، سواء صور او فيديو، بتطلع تفاصيل وكواليتي عاليه جدا. بتنزل ب 32 ميجا بكسل وبتصور فيديو لحد 60 فريم، وده ممتاز تصوير الفيديو. انا بصراحه حبيت التليفون ده وحبيت تفاصيله جدا، في حاجات حلوه جدا ما كانتش موجوده في موبايلات كتير اهتموا بيها جدا هنا. كمان الموبايل ده بيدعم واي فاي 7، بلوتوث 5 و4، بيدعم NFC بتاع الشرايح او الكروت، بيدعم انفراريد الاشعه تحت الحمراء، الريموت، تتحكم في اجهزه حواليك وهكذا. بيجي بمنفذ تايب سي ولكن من نوع 2، هو بطيء شويه في نقل البيانات ولكن مش هيضايقك، يعني مشي الحال، مش هتاخد كل حاجه من الدنيا. بيجي بشريحتين من نوع نانو، بيدعم 5G، وجوده الاتصال والشبكات هنا جميله جدا، مش هيواجهك اي مشكله في الاتصال ولا حتى في الواي فاي وفي الشبكات عامه. كمان بيجي بسماعات من نوع ستيريو وصوتها جميل، جوده الصوت عامه جميل، والتفاصيل بتاعه الصوت حلوه، مش هيواجهك فيها مشكله خالص. وبس يا سيدي، دي نهايه الفيديو عن موبايل جامد جدا، انا مبهور جدا بيه بصراحه، شايف فيه تفاصيل حلوه جدا. اللي عجبني في فيفو في التليفون ده انها اهتمت بادق التفاصيل اللي محدش بيهتم بيها، فده حببني جدا في التليفون ده، بيهتموا بيا جدا. قول لي انت رايك في التليفون ده، المميزات، العيوب، ايه اللي انت شايفه فيه حلو، ايه اللي شايفه فيه وحش مثلا. وما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، التفاصيل، الجودة، ايه رأيك في الشاشة، في البروسيسور، في الأداء، في الألعاب عامة، في الكاميرات. لو انت معاك التليفون ده وصورت بيه يا ريت تبعت لي الصور دي. ولو عندك طبعا أي سؤال ابعتولي سواء في الكومنتات أو في الرسائل، برد عليكم حالا. ولو عايز أعمل مراجعة عن تليفون أو كذا موبايل مع بعض قول لي برضه، هعملها في أقرب وقت إن شاء الله. ما تنساش طبعا تتابعني على 4 منصات، فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، بنزل عليهم كل حاجة مختلفة ومتنوعة، يعني انت واكب كل جديد. حقيقي سعيد ان انت لسه بتشوفني لحد دلوقتي ولسه متابعني، واتمنى اشوفك على خير ان شاء الله. سلام.